نعم. ايوه. طيب، من معنا؟ الو. تفضلي، من معنا؟ اكلم الشيخ لو سمحت. أنت على الهواء، الله يحفظك. يا شيخ انا من رأيت معنا؟ رؤيا. ام فهد. تفضل يا أم فهد. رأيت رؤيا يا شيخ كأني كنت أطوف حول الحرم. مهم. وكان في وقت وكاني وقفت بين الأذان والإقامة، واتجهت إلى الكعبة، وكاني وقفت ما بين الحجر والباب، وكاني رفعت يدي وجلست يعني أدعي دعاء دائما أدعي في نفسي، وأدعي لي ولوالدي وللمسلمين والمرضى المسلمين مهم. وأمواتهم. كاني رفعت يدي وجالسة أدعي بين الأذان والإقامة، وكنت متجهة للكعبة وما كان يعني حولي أحد. طيب. بس إن الكعبة ما كان عليها الثوب الأسود هذا، كانت كذا أحجار. يعني بدون وبعد كسوة. بعد ذلك كنت أقول يعني في نفسي أن باقي علي 4 أشواط وأخلص الطواف. نعم. بعدين كأني رجعت وكان زوجة أخوي جالسة، فقالت لي الشاي اللي انت سويتيه عيت امك تخلي احد يشرب منه. لجأت لامي كنت اقول لها ليه يا امي ليش تمنعين الناس يشربوا من الشاي اللي انا سويته؟ انا كنت ابغى الناس يشربون منه، ليش تمنعينهم؟ مهم. وصحيت. طيب، كم عمرك؟ 40. عندك أولاد؟ لا غير أنت متزوجة. غير متزوجة. في ايوه. أمر أنت الآن يعني مؤرقك وتفكيرك وشغلك الشاغل فيه؟ نعم ما في يا شيخ. هل لديك يعني كل ليلة كل يوم دعاء خاص تدعين به؟ في دائما اسال الله ان يرزقني الزوج الصالح. نعم. وحاليا يعني في الفترة هذه زادت الدعوات لديك، وفيه يعني شخص أو يعني شوي يحاول أنه يصرفك عن هذا الموضوع، صحيح؟ لا والله يا شيخ، ما بس فيه؟ يعني فعلا ادعي من ناحية الدعاء، ادعي دائما. عموما شوفي، رؤية الطواف حول الكعبة والتوقف والتوجه بالدعوات يعني تدل على توجهك الله عز وجل بدعاء من قلب صادق، وخصوصا أنها بدون كسوة. توجهك الله عز وجل وتعلقك بالله عز وجل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق بشيء وكل إليه. أنت تعلقت بالله عز وجل، الحمد ففوضي أمرك إلى الله عز وجل. يبقى الإشكال في الشاي الآن، لما الوالدة قالت لا يوزع وأنت قلت ليش. هذا الإشكال الآن فيه. هل الوالدة يعني الآن هي سبب في تأخرك في الزواج؟ لا يا شيخ، أمي كبيرة عجوزة بالحين، ما عاد يعني حتى ذاكرتها ما عاد تساعدها. بس حاليا لو تقدم لك خاطب يعني في تبقى إشكال اللي هو وجود الأم. يمكن لأنها كبيرة وأنا اللي رعاها. أنت اللي عندها. كيف؟ الآن عرفنا إيش معنى أن الأم تقول لا أحد يشرب الشاي. إذا المشكلة الآن من الأم لأنها كبيرة في السن. قلنا إذا كان سألتك هل في أحد يعني يحاول يصرفك، فأنت قلت لا. اللي يصرف ذهنك عن الزواج أحيانا هو مشكلة الأم. صح. فهمتي علي؟ فأنت استمري ايوه على صح. دعاء الله عز وجل. استمري على دعاء الله عز وجل وابشري إن شاء الله عز وجل. يعني الله عز وجل يختار لك الشيء اللي فيه خير لك في دينك ودنياك.